كتير الناس بتكون واقعة في مشكلة أو ظروفها صعبة وبيحسوا إنه نهاية الكون، أنا مش قادر أعمل حاجة، أنا مش قادر أتغلب على الظروف. وساعات كتير بنجيب دكاترة، ناس مختصة تتكلم على إزاي تتحدى ظروفك. بس النهاردة معانا نموذج مختلف، نموذج حقيقي قدر فعلًا يتغلب على الظروف دي ويحقق حاجة جميلة أوي. معانا سفيرة الأيتام نهلة النمر. أهلًا وسهلًا، إزيك يا نهلة؟ ازيك يا دينا؟ عاملة إيه؟ الحمد لله. أولًا يعني أنا عايزة أقول لِك إن أنا سعيدة جدًا، وأنا دايمًا باقول إن أنا معايا ضيف، لإن فعلًا أي ضيف باكون مبسوطة وهو معايا. بس دايمًا كده بيكون في ضيوف عُزاز على قلبي، يعني بابقى حابة الحلقة، يعني ربنا وأنا جاية يبارك بابقى لِك. متحمسة وحاباها وحابة أسمع القصة زي الناس اللي هتسمعِك. حلو أوي. بس مبدئيًا أنا عايزاكِ أنتِ تعرفي نفسِك وتقولي لنا حلو. بتعملي إيه. طيب أنا اسمي نهلة النمر، أنا باشتغل في جمعية سَنَد للرعاية الوالدية البديلة، كان اسمنا وطنية بس عملنا rebrand وبقينا سَنَد. باشتغل أنا مسؤول البرامج بتاعة الشباب فوق 18 سَنة، إمم. الشباب اللي هم فقيدي الرعاية الوالدية أو اللي في دور أيتام، وفي نفس الوقت كمان عضو في لجنة أبناء مصر، ودي لجنة مختصة برعاية أو بتوفير طلبات الأيتام برضه فوق 21 سَنة وغير كده يعني كل السِن. وأخيرًا أنا سفيرة الأيتام في مصر بتعيين من وزيرة التضامن الاجتماعي. ما شاء الله. لأ، طيب نهلة، لو حد لسه مش يعني أول مرّة يشوفِك، إمم. احكي لنا كده. أنتِ أصلًا كنتِ من الأيتام في دار الأيتام، أنتِ آه، اتربيتِ في أنا في دار اتربيت الأيتام. في دار أيتام من وأنا عمري سنتين، وخرجت تقريبًا من الدار وأنا عندي 23 سنة حاجة زي كده يعني. أوكي، فأنتِ من أول ف سنتين وأنتِ في من سنتين ويمكن قبل كده بس اللي أفتكره إن في الدار من سنتين. طب وسِبتيه وأنتِ عندِك 23 سنة؟ سِبته وأنا عندي 23 سنة، بس المفروض يعني كانت حصلت مشكلة المفروض إني ما كنتش هاسيبه، لإن لسه ما كانش متوفّر لي أي مكان، ففجأة بين يوم وليلة لقيت نفسي كده في الشارع، أوكي. فالدنيا ما كانتش ألطف حاجة يعني، بس بس هو القانون أصلًا بيدّي إنِّك تكوني في دار الأيتام البنات بيكمّلوا لحد المفروض إمتى؟ إن البنات لحد سن الجواز بغض بس هو عشان كده إحنا كنا بنشتغل على إن يبقى في تحديد للمعايير وللسن نفسها، إمم. عشان ما يبقاش ممكن يبقى سن الجواز 18 سنة، ممكن يبقى سن الجواز 26 بالضبط، ممكن سنة، ما تتجوزش. ممكن ما تتجوزش خالص، آه. فهي هتعمل إيه؟ فعشان كده دلوقتي من خلال الشغل مع جمعية سَنَد وعملنا معايير الرعاية البديلة، وبقى فيها كمان إيه السن المناسب اللي هو البنت تطلع فيه أو الولد يطلع فيه. أحيانًا برضه في دور بتطلّع الولاد وهُم عندهم 18 سنة. إمم. وبتطلّعهم أحيانًا في الشارع، أو لو الدار دي كويسة أوي، فهي ممكن تكون بتوفّر له شقة، تشتري له شقة، فهي بتفضل معاه بتسلّمها له لمّا يطلع، أو توفّر له إن هي هتدفع له إيجار للشقة. بس معظم للأسف الدور بتطلّعهم كده، لإن هو أنا ما عنديش إمكانيات إن أنا أجيب لك شقة وأنت محتاج إن أنت تشوف حياتك، فبيطلع كده بشنطة هدومه، معاهوش أي حاجة في الحياة، وهو بقى بيحاول بقى يشق طريقه بغض النظر بقى هو معاه إيه أو معاهوش. بس اللي أنا يعني مش عارفة، أنا حاسة إن هو الموضوع هو ما لوش معايير يعني أنتِ كل دار بمزاجها، يعني على إمم. حسب إمكانياتها وكده بتقرر تمشّي الأطفال إمتى؟ هو المفروض إن هو كان في القانون بس يعني أول قانون أو آخر قانون كان اتعمل زمان، كان حوالي في سنة 70 يعني في السبعينيات، إمم. فطبعًا القانون بقى له 40 سنة أو أكتر من 40 سنة، ما كانش حد بَص عليه، وكان ساعتها بيقولوا إن الشاب أو الشابة في الدور يطلعوا وهُم عندهم 18 سنة. وما فيش معايير بقى، يعني يطلعوا بقى وهُم عندهم 18 سَنة فين؟ فهي بس كانت حاجة سَطر في القانون كده المصري. بعد كده لمّا سَنَد أُنشئت في 2008 بدأوا يشتغلوا على معايير الجودة. معايير إمم. الجودة هي بقى المسطرة اللي بنقول هو يطلع فين ويطلع إمتى بالضبط، المفروض يطلع معاه إيه، إيه شكل الدعم حتى كمان أو المساندة اللي المفروض الدار تكون بتقدّمها له بعد ما يطلع، عشان ما يبقاش عندنا آمم أطفال بيتردّوا تاني لدور الأيتام أو بيحصل انتكاسات أو الناس مش هتعرف يعني أنت ربّيته بس خلّيه بقى ساعده في الجزء اللي هو يقدر إمم. يكمّل بيه ويندمج في المجتمع صح. فكان في معايير الجودة، وبعد معايير الجودة كنا شغّالين مع وزارة التضامن بقى عليها والحمد لله اعتمدتها وزارة التضامن في 2014 عشان تبقى يعني مُجبرة أو مُلزمة على جميع دور الأيتام إنها تطبّق ده، فما إمم. ينفعش دار أيتام تطلّع الولاد وهُم عندهم 18 سَنة ولازم يكمّلوا تعليمهم، وإيه شكل الرعاية التعليمية كمان اللي هم ياخدوها، فكانت بقى في قصة كده يعني، بس مش كل دور مش الأيتام كويس. لسه لحد دلوقتي بتطبّق ده. أنتِ كان عندِك مشكلة برضه في موضوع التعليم ده. أنتِ أصلًا هل إمم. دار الأيتام بتكون مُجبرة إن هي تعلِّم كل الأيتام اللي في الدار؟
بُصّي، هو دور الأيتام بيبقى المفروض إن التعليم أو القانون بيقول إن التعليم إن الواحد ياخد التعليم بتاعه لحد الجامعة، فده التعليم يعني ده المنصوص عليه. بس للأسف الشديد مش كل دور الأيتام بتعمل كده. إمم، يعني في دور أيتام بالنسبة لها لأ، أنا عاوز يدخل دبلوم، يدخل مش عارفة كذا، عشان هو على سِن 18 سَنة يبقى زي الفل كده خلّص التعليم بتاعه اللي المفروض أنا مسؤولة عليه، ويبدأ بقى ينطلق ويشوف حياته، فاجيب بقى أطفال غيره وكذا. فمش كل دور الأيتام بيبقى عندها الطموح إن هي تخلّي ولادها يدخلوا ثانوية عامة والجامعة ويكمّلوا حياتهم وكده، لأ. بس طَب ما لو أنا ما علّمتهمش هييجي عند 18 سَنة هامشّيه هيعمل إيه؟ ما هو بقى بالنسبة له دلوقتي لو أنا دخلت دبلوم اللي هو باخلّص فيه عند 16 أو 17 سَنة أو 18 حتى، فساعتها خلاص أنت بقى تقدر تنطلق وتشتغل، مش لسه هتقعد لي 4 سنين كمان في الجامعة، آه، وبعد الجامعة لسه هيبقى في جيش وكده، فلأ، يالّا نخلّص بسرعة. إمم. فللأسف الشديد مش كل دور الأيتام بيعملوا كده، ولا حتى في الدار بتاعتي كان في حاجة زي دي. طَب أنا عايزة نحاول كده نرجع يعني أحسن ما نقول مثلًا إيه اللي بيقابل الأيتام، إيه آه. الحاجات دي، عايزاكِ أنتِ تاخديني من طفولتِك، يعني قولي لي إيه الحاجات اللي كنتِ بتعدّي بيها، يعني من أول إمم، طفولتِك أنتِ بيتهيأ لي سنتين هتكوني مش إمم، فاكرة، إمم. بس احكي لي من طفولتِك نقدر نعرف إيه الحاجات اللي بتحصل في دار الأيتام اللي ممكن نكون عايزين نغيّرها. يعني الحاجة الوحيدة اللي فاكراها ممكن من سنتين، لمّا كان عمري سنتين، إن فجأة لقيت نفسي في الدار، يعني المفروض إن إمم، أنا بابقى تقريبًا مع أم بديلة أو اسمها الست اللي هي بتاخد بالها منّي، لإن في دور الأيتام زمان ما كانش مجهّزة أوي إنها تستقبل الbabies. إمم، فكانت بندخلها وإحنا عندنا سنتين، فطبعًا لازم بابقى مع أم تانية هي اللي بتراعيني أو كده، الوزارة بتكلّفها بده لحد ما أوصل لسنتين، بعد كده تسلّمني لدور الأيتام. يعني بيكون أم في بيت يعني آه، أوكي، بيبقى ساعتها كان اسمها المرضعة أو حاجة زي كده، بس هي مش شرط إنها آه، ترضعني، لكن هي بيبقى اسمها طيب، كده وكأنها موظفة في الوزارة بتاخد مبلغ بسيط مع اللبن بتاع البيبي ويفضل معاها إمم، سنتين، بعد كده بادخل الدار. فهو النطّة اللي حصلت دي طبعًا ما كانتش حاجة حلوة خالص لحد دلوقتي فاكراها. أنتِ آآ وأنتِ عندِك سنتين فاكرة؟ فاكراها لإن ما كانتش. وهو ده على فكرة اللي الناس ما تعرفوش إن الحاجات من أول ما البيبي يتولد لحد ما عشان أنا درست حاجة زي دي، كل الحاجات الtraumas أو كل الحاجات اللي هو بيمُر بيها هي فعلًا بتأثّر فيه وبيفضل فاكرها. إمم، بس بعد كده بقى في دور الأيتام أنتِ بتلاقي دور الأيتام للأسف العدد بتاعها كبير، العدد بتاع الدور اللي أنا كنت فيها حوالي 150 بنت، فكتير جدًا. عدد المشرفات أو الأمهات البديلة قليل. ف فده كان عامل بقى إن في حاجات كتيرة المفروض إن إحنا نكون بنعرفها ما بنعرفهاش. طب إحنا موجودين هنا ليه؟ طب إحنا مين؟ طب ليه كلنا مش عارفة كذا؟ طب فين الأم وفين الأب؟ فكان عندي كمية أسئلة أنا وإخواتي اللي موجودين في نفس الدار ما فيش حد بيجاوب عليها خالص. يعني ما حدش بيقول لكم بيفهّمكم إيه طبيعة المكان اللي أنتم فيه، أنتم هنا ليه، ما حدش بيقول لأ، لكم؟ لإن خلّي بالِك هُم نَفْسهم ما كانوش فاهمين، يعني اللي اكتشفته لمّا كبرت واشتغلت بقى في المجال نَفْسه بقى بس من ناحية تانية، إمم، اكتشفت إن هُم نَفْسهم في الدور هُم مش مؤهلين إن هُم يربّوا الأيتام، وهُم مش عارفين هُم الأيتام دول موجودين فين، وممكن يقولوا أي حاجة وخلاص، فممكن الحاجة اللي يقولوها دي ت ت تfire back أو تبقى حاجة تأذي أصلًا الطفل بتأذي الأكتر. تأذي عُمر كُلّه إمم، للأطفال اللي موجودين. فطبعًا لأ، ما كانش في حد بيجاوب، خدي بالِك لو ما حدش جاوبني وأنا في الدار، هاضطر إن أنا أطلع أدوّر على إجابات برّه، إمم، وإجابات الناس برّه بتبقى سخيفة وبتبقى مؤذية وبتبقى كذا. فأنا ما كانش عندي الاختيارات الفظيعة إن أنا أعرف هو أنا مين بالضبط. بس كنتِ عادي أنتِ طفلة بتروحي مدرسة، بالضبط. في المدرسة بقى بيسألوكِ يعني إزاي في المدرسة أكيد بيبقى في آه. بقى زي بنفهّم الأطفال اللي في المدرسة دول، بنفهّم الإدارة يتعاملوا إزاي. لأ، للأسف برضه يعني للأسف الشديد برضه ده ما كانش موجود. فكنتِ بقى تلاقي بقى اللي هو بالزمان ما كانش في كلمة التنمر، بس هو إمم، طبعًا الconcept ما شاء الله مكمّل موجودة معانا كل الأزمنة. بالضبط، لكن ما كانش في كلمة تنمر، لكن طبعًا كان في سخرية كبيرة، وما فيش حد أنتِ هتدخلي المدرسة، وأنتِ بقى عيشي ويسيبوكِ أنتِ بقى حياتِك مع نفسِك. بقى. أنتِ عيشي حياتِك وأنتِ شوفي بقى لو حد هيتنمر عليكِ، فأنتِ محتاجة بقى إن أنتِ تطلعي بقى ب ب ب ال الحِيَل الدفاعية بتاعتِك عشان تدافعي عن نفسِك، لإن ما فيش حد حتى في الدار هييجي يقول للشخص ده أنت تنمرت عليها ليه أو سخرت منها ليه. فلأ، ما كانش في خالص، ما كانش في تهيئة. لكن التهيئة الوحيدة اللي كانت حاصلة إني وأنا داخلة المدرسة إخواتي الكبار اللي كانوا في الدار هم موجودين.
ده ساعة المدرسة الابتدائية، فنوعًا ما كانت الأمور إمم، كويسة. الفرق اللي أنا حسّيته فعلًا بقى إن هو لأ، في مشكلة على فكرة، أنا من دار أيتام لمّا دخلت المدرسة الإعدادي والثانوي. ليه؟ لإن أنا كنت ساعتها بقى بقيت لوحدي. إمم. إخواتي مش معايا في نفس المدرسة أو هُم سابقينّي بمراحل. فطبعًا بقى كان في كمية بقى هو بيتِك فين، هو أنتِ الاسم ده إيه، طب مين الست اللي جات سألِت عليكِ، مين مش عارفة كذا. فكان بقى في شوية بقى تنمُّر، على سخرية، على خناقات، على حاجات كتيرة أوي، وما كناش نقدر نروح نقولها في البيت، إن ده بيحصل لنا. طب ما ده كان سؤال يعني حصل لِك أي مشكلة، في أي حاجة، إمم. بيكلموا مين؟ أكيد في حد بقى لو مختص في حصل لي دار مشكلة الأيتام. هيكلموا الأخصائية الاجتماعية أو إمم، المديرة قصدي أو الأم البديلة. ونوعًا ما كناش بنحب، يعني ما كناش بنحب إن الموضوع يوصل لكده، لإن في الآخر زي ما باقول لِك إحنا 150، إمم. فمش هيطبطبوا عليَّ لو عرفوا إن في مشكلة. فمن الأحسن إن هُم ما يعرفوش إن في مشكلة، لإن مش هيبقوا فاضيين لي، ومش هيبقوا فاضيين إن هُم يسمعوا هو مين اللي غلطان ومش مين اللي مش غلطان. فالدنيا ما كانتش السيستم فيها كان صح خالص يعني. إحنا 150 طفل دي في كام حد مسؤول عنهم؟ آمم يعني بُصّي، هو أنا اللي أنا فاكراه إن كان بس على 60 بنت كان 2 أو 3. 2 على 60 آه، بنت؟ فطبعًا دلوقتي مع معايير الجودة إحنا بنقول إن هو على الأقل من 8 أطفال يبقى معاهم أم بديلة واحدة، وفي واحدة تانية احتياطي كذا. لكن زمان ما كانش في كده، ويمكن جات في فترة الست دي مشيت، واحدة مشيت فيهم فبقوا 2 بس على 60 أو 70 بنت. إمم، فده طبعًا يعني عدد غير طبيعي، إن الأم الواحدة اللي معاها طفل أساسًا بتلِف حوالين نفسها، ما بالضبط بالِك اللي آه، معاها 60 وأعمار مختلفة. إحنا إمم، أعمارنا مختلفة، 10 هتلاقيهم في السن اللي هم 6 سنين، و15 هتلاقيهم 15 سنة ومش عارفة كذا. فالسن كمان مختلف، مع مشاكل مختلفة، مع إن هم محتاجين كمان عليهم واجبات كتيرة جدًا المفروض إن هم يكونوا بيعملوها، شغل أو مهام يكونوا بيعملوها عشان المديرة هتطلع تسألهم. فكانت الدنيا مش أحسن حاجة يعني. بس الحمد لله لأ، أنا فاكرة لهم وباشكرهم يعني على اللي هم عملوه صراحة بغض النظر. بس هي طبعًا هو في الآخر هو ضعف إمكانيات يعني بالضبط، مش بالضبط. ما تلاقيش إن بيكون لإن في أي هُم سوء نية ربّوا يعني إن لأ، هم لأ يعملوا خالص، حاجة، يعني دول بالذات لأ، ما بالضبط أعتقدش يعني خالص. مضايقني علاقتي بيهم لحد دلوقتي كويسة. بس هي في الآخر أنتِ يعني أنتِ مسؤولة عن نفسِك حتى من تقريبًا وأنتِ عندِك سنتين، من أول ما إمم. بتدخلي. هو الفكرة فعلًا في دور الأيتام وخاصةً الكبيرة، إن أنتِ مسؤولة عن نفسِك. أو طبعًا لمّا كبرنا شوية بقى بيجيبوا أطفال صغيرة، فإحنا بقى خدنا الinitiative إن إمم، إحنا نبقى مسؤولين عنّهم شوية، وبقينا بنراعيهم وكده. لكن نوعًا ما لأ، أنتِ محتاجة، أنتِ مسؤولة عن نفسِك، مسؤولة عن حتى أنتِ هتقرري لنفسِك إيه في المستقبل. وعشان كده إمم. هو ده اللي كانت الخناقة بتاعة الثانوية العامة. أنا اتخانقت خناقة كبيرة، لإن هو ده مستقبلي وأنتم مش هتقرروا، وأنتم ممكن تودّوني يعني في حتّة تانية. ده مش اللي أنا مخططة هُم ما لنفسي. كانوش عايزينِك تكمّلي ثانوية عامة؟ لأ، هو إحنا كان عندنا في الدار نمط معيّن كده، إن أي بنت إحنا كان عندنا الدار بتاعتنا ومُلحق بيها مدرسة تمريض. ماشي، للناس اللي برّه إن هم يقدّموا مدرسة تمريض. فهُم بالنسبة لهم بس تحت إدارة الدار نفسها، إمم، إحدى مشاريع الدار يعني، ومدرسة معروفة يعني. فهُم بالنسبة لهم كان دايمًا أحسن حاجة إن البنت تخلّص الإعدادية وتدخل على التمريض على طول. إمم، والتمريض خاصةً إن أول ما تخلّصي التمريض بييجي لِك التكليف بتاعِك، فأنتِ بتشتغلي على طول، يعني إمم. تاني يوم بتكوني بتشتغلي. فبالنسبة لهم مش الtrack هاطوّل. الأسهل يعني آه، مش أسهل هاطوّل في والأصعب. التعليم، وأسهل وهاكون باشتغل فاقدر أصرف على نفسي. فممكن بقى ساعتها تتجوّزي كمان بسرعة وكده. إمم، فطبعًا ما كانش في حاجة اسمها ثانوية عامة عندنا في البيت خالص، خالص. إمم، فأنا فاكرة حتى ولمّا كنت في ابتدائي وأختي نجحت في الإعدادية، كانت أختي الكبيرة أكبر منّي بحوالي 6 سنين. وجُم قالوا لها بقى إن قالوا لصاحبة الدار إن فلانة نجحت، هنودّي الورق بتاعها فين؟ قالت لها زي اخواتهم، يالّا تمريض. إمم. أنا ما حبيتش اللقطة دي، مش عشان أنا عاوزة ثانوية عامة، أنا ما كنتش لسه ما عرفت كنتيش إيه تسمعي. هو أساسًا ثانوية عامة. بس ما حبيتش اللقطة بتاعة القطيع، اللي هو زيّها، يالّا إمم، دخّليهم على. ففكرة وخاصةً إن هي التانية كمان ما بصّتش ولا أي حاجة، عادي هتدخّلوني كده أنا هادخل معاكم. فحلفت والله لمّا أوصل لمكانِك ما هادخل ولا هاعمل حاجة زي دي. و وأنا كنت شاطرة في المدرسة. إمم. فلمّا نجحت فقالوا لي: "هتدخلي إيه؟" فطبعًا كانت الصدمة بقى لمّا قُلت لهم إن أنا هادخل ثانوية عامة.
فطبعًا كانت في بقى حرب يعني مش إمم. يعني ويجيبوا ناس يقنعوني ولأ وما ينفعش، وطب ادخلي مش عارفة كذا، طب المدرسات بتوع التمريض ده هم اللي مربيينِك من وأنتِ صغيرة، فهُم هيبقوا كويسين وأنتِ بتحبيهم، طب إيه رأيِك في حاجة طالعة جديد اسمها دبلوم معلمات تقريبًا، إمم. ولو أنتِ عاوزة بقى تنفصلي عن القطيع، ففي دبلوم معلمات، بس هم حطّوا كل الoptions على الترابيزة ما عدا الثانوية العامة. إمم. فأنا بالنسبة لي لأ، فقالوا لي: "طَب خلاص بُصّي أنتِ قدّامِك 3 أيام بالضبط." كان يوم سبت تقريبًا أو يومين، قدّامِك يومين تقرّري أنتِ هتدخلي إيه، أي حاجة غير الثانوية العامة. بس هي آخر حاجة عشان تاني إن هو ده المسار الأصعب، يعني الأطول، لإن هو والّا تكلفة والّا لأ، إيه؟ هو كان قد الكلمة الرنانة اللي سمعتها ساعتها، أنتِ مش هتقدري عليها. فاللي هو أنا مش هاقدر عليها ليه؟ أنا كنت بس أنتِ طالبة متفوقة؟ أنا كنت طالبة المثالية وكنت طالبة المثالية كمان على المنطقة نفسها، إمم. وكل صحابي اللي هم درجاتهم أقل منّي كلّهم راحوا المدرسة وكلّهم قالوا لي إن هم هيقدّموا في الثانوية العامة، لإن ده طبيعي الnorm إمم. الطبيعي. فليه أنا مش هاقدر عليها؟ وليه أنتم شايفين إن إحنا ما نقدرش على حاجة زي كده أو قدراتنا؟ ففكرة إن حد يحطّني في برواز ويقول لي هي دي قدراتِك فأنتِ للأسف مش هتقدري تطلعي تحتها أو براها نفسها، فدي ما كانتش حاجة لطيفة خالص. إمم. فبعد ما هو أنا في خلال ال3 أيام أو اليومين المهلة دول، رُحت سحبت الملف بتاعي ورُحت دخّلته المدرسة. لوحدِك من غير ما تقولي لحد؟ جِبت أختي الكبيرة طبعًا معايا، قُلت لها: "بس أنا عاوزاكِ معايا عشان أنتِ الكبيرة، فأنتِ هتسحبي لي الملف وبس." وبعد كده رُحت المدرسة التانية، كنت محوّشة فلوس، رُحت دفعتها رسوم إن أنا أدخّل الملف بتاعي في المدرسة، وعملت كل حاجة، واستنيت بقى اللحظة الحاسمة بتاعة يوم التلات، لمّا أقابلهم بقى هاقول لهم إيه. قُلتِ لهم إيه بقى؟ آآ قُلت لهم: "بُصّوا أنا قررت إن أنا أدخل ثانوية عامة، وأنا خلاص قدّمت الملف بتاعي، ودفعت 15 جنيه حق الملف، وأنا عاوزة ال15 جنيه، أنا نازلة بس عشان أقول لكم أنا عاوزة ال15 جنيه." فطبعًا الدنيا قامت وكده، بس الحلو في الموضوع حاجتين طبعًا، إمم. إن هُم ما راحوش سحبوا الملف مع إنهم كان ينفع إن يسحبوه، لإن أنا كنت فاهمة لسه قصدِك. تقريبًا 13 سَنة أو 14. والحاجة التانية إن هُم ادّوني ال15 خمسة جنيه. كان ثروة أخدتِ ساعتها، كانت 15 ثروة. جنيه. طب كانت هو ثروة. سؤال تاني برضه، أنتِ الحتّة بتاعة الفلوس دي بيبقى في هل مصروف بتاخدوه أو زمان ما يعني كانش في مصروف، فكان في مثلًا حد يدخل يدّينا اللي هي التبرعات أو الحاجات اللي زي كده، فكنا بنحوّش منها، نحوّش مثلًا من العيدية بتاعة العيد. في حد ممكن يتطوع إن هو يدّينا مصروف ممكن لمدة شهر أو شهرين في الدراسة، فكل ده كنا بنقعد نحوّش بقى فيه عشان لمّا تيجي الأجازة، طبعًا الأجازة ما فيهاش مصروف، إمم. يعني إحنا فكنت باحوّش الفلوس عشان لمّا تيجي الأجازة أقعد بالفلوس ديّة شوية حلوين يعني أصرف منها كمصروف. لكن دلوقتي لأ، بقى في مصروف في كل دور الأيتام. يعني أكيد في لإنه عشان أنتِ لو لأ، أنا باكلمِك كان ده من الكلام ده زمان من زمان، لكن وبعدين لو دلوقتي هو هييجي 18 سَنة أو زي ما حصل معاكِ إمم. هتمشي، ما هو أنتِ مش ماشية من غير أي فلوس معاكِ بقى. بيبقى في حاجة اسمها دفتر التوفير، اللي هو المفروض إنه بيتحط لنا فيه جزء بسيط من التبرعات اللي بتدخل، تقريبًا بنسبة 1% أو حاجة زي كده، المهم الدفتر ممكن يبقى وأنتِ خارجة بيبقى فيه فلوس كتير. بس again دي بتبقى بتعتمد على حسب الدار نفسها، إمم. فطبعًا في دور ما بيبقاش الدفتر التوفير فيه 100 جنيه، والولد طالع بدفتر التوفير بتاعه فيه 100 جنيه، وفي طالعين ب250 أو 400,000 أو أو أكتر، فبيبقى في تفاوت حتى إمم. في حاجة زي دي. ف وغير كده كمان حتى لو في جنيه أو في مليون جنيه، أنا مش مؤهلة أساسًا إن أنا آخد الدفتر وآخد الفلوس دي وأبدأ حياتي بيها. فممكن ليه؟ لأ مش مؤهلة، ما أنا ما أعرفش، أنا واحدة بقى لي فترة أنتِ طويلة. قصدِك تأهيل نفسي يعني. أو تأهيل نفسي واجتماعي، إن أنا واحدة بقى لي فترة طويلة أنا باخد الجنيه بالعافية، فدلوقتي فجأة لقيت معايا مليون جنيه، إمم. فطبيعي هافرتكهم، يعني طبيعي ودي حصلت لشباب كتير أوي أعرفهم، إن هُم في خلال 6 شهور كانوا مخلّصين 250,000 في إمم. حاجات وما اشتروش شقة، ما عملوش أي حاجة، وفي الآخر في الشارع، فما بيبقاش في تأهيل أساسًا لحاجة إمم. زي كده يعني، بس بيبقى في المفروض الدفتر تفكير، بس طبعًا ما بيبقاش في حاجة خالص، فدلوقتي عشان كده وزارة التضامن بتعمل بقى مصروف شهري، إعانات، مساعدات، عشان يكونوا بيمشوا في الحياة. طيب نجحتِ نجحت وعملتِ قرارِك ويعني مشيتِ رأيِك ودخلتِ ثانوية عامة دخلتِ بعد كده خدمة خدمة اجتماعية، اجتماعية خدت بكالوريوس خدمة وبعدين اشتغلتِ بقى في الدار نفسها؟
اشتغلت في الدار نفسها حوالي سنتين تقريبًا، أول ما اتخرّجت على طول يعني بالضبط النتيجة طلعت كان بعدها بيومين أنا باشتغل في الدار أخصائية اجتماعية. بس هو قرار إنِّك تشتغلي في الدوام يعني هم اللي قالوا والّا أنتِ ده كان الأسهل والّا إيه؟ وساعتها استسهلت هو ده اللي كان الأسهل عارفة بقى فكرة إن أنتِ لسه مخلّصة إمم، وعاوزة تدخلي بقى الحياة العملية وكده آه، واتعرض عليكِ شغل بمُرتّب مش عارفة كذا، فأنا كنت مبسوطة يعني كنت إمم، ولسه كنت خلاص يعني لسه واخدة البكالوريوس ما فيش أوي إمكانية إن أنا أدوّر على شغل أو كده، هم بالنسبة لهم تعالي اشتغلي معانا، فده كان تمام. اشتغلت حوالي تقريبًا سَنة أو سنتين معاهم، ماسكة المعمل بتاع الكمبيوتر وفي نفس الوقت أخصائية اجتماعية. بس بعد كده بقى الدنيا حصل المشكلة بتاعة خروجي من الدار ديّة، فلقيت نفسي فجأة في الشارع، أنا بس كده. ليه القرار ده أخدوه؟ يعني كنتِ أنتِ لوحدِك والّا كنت أنا واحدة من إخواتي فجأة أنا فاكرة، وفجأة كده حصلت مشكلة جوّه الدار، فقالوا لنا لأ خلاص بقى هُم كانوا عاوزين إيه، يعني إن هو اضرب المربوط يخاف السايب أو حاجة زي كده، اضربوا السايب فاهمة، إمم، ف فاللي هو لأ يالّا، وخاصةً بقى إحنا كمان ضحينا بقى بنهلة بقى فأنتم عشان تعرفوا إن ما فيش بقى ولا عزيز ولا غريب فيالّا، إمم، فمع السلامة، فلقيت نفسي فجأة بين يوم وليلة في الشارع بشنطة هدومي حرفيًا، كان معايا 25 جنيه. قالوا لِك دلوقتي حالًا امشي؟ يعني قالوا لي: "نهلة خدي شنطتِك يالّا واتفضلي وامشي." وساعتها بقى خرجت وما كانش معايا غير 25 جنيه تقريبًا بس أنتِ كان بقى لِك شوية بتشتغلي، ما هو بُصّي، المرتّب كان يا دوب حاجة كده، إمم، وكنت بادخل فيه جمعيات عشان أجيب مش عارفة كذا، عشان اهم، أدفع كورس اللي أنا عاوزة آخده، والمرتّب كان بسيط أوي، كان إمم، حوالي 270 جنيه يعني. ف إمم، فأنتِ أول مرّة كان عندِك كام ساعتها 23؟ 23. 23 سَنة بشنطة هدومِك؟ أول مرّة بقى أخرج الشارع بقى خالص بقى وما كناش عارفين نروح فين، فكان في يعني واحدة من المشرفات اللي هم مربينّي قالت لي: "لأ، خدي المفتاح بتاع الشقة وروحي اقعدي فيها لحد ما تعرفوا أنتم عاوزين تروحوا فين وكده." وبصراحة يعني استقبلتنا لمدة شهر عندها. إمم، ساعتها بقى أنتِ كنت وأختِك أنا اللي وأختي مشيتوا مع بعض. لحد بقى ما شُفنا شقة أجرناها، ناس ساعدونا فيها كده. لأ، بس آآ أنا عايزاكِ معلش نرجع كده تقولي لي إحساسِك وأنتِ واخدة شنطة هدومِك وماشية، يعني الإحساس ده لأ، احكوا لي. لأ، كانت ليلة غير طبيعية، يعني إيه، أنا قُلت لهم: "ماشي أوكي، أنا هاخد شنطة هدومي وأمشي." وفعلًا وأنا بالِم كنت أنا بالِم حاجاتي وأنا مش عارفة هو أنا رايحة فين، إمم، يعني إحنا بنلِم وبعد كده لحد ما هي الست دي طلعت، فهي لقِت الوضع كده فقالت لي: "طَب أنتم هتروحوا فين؟" قُلت لها: "مش عارفة إمم، لسه حقيقي ما عنديش أي حاجة، أي حاجة." ف فقالت لي: "لأ، طَب خدوا دوا، خدي المفتاح وروحي." فطبعًا عقبال ما رُحنا وحطينا الشنطة ومش عارفة إيه وكده، بس أنا فاكرة إن أنا لأ، دي كانت من أصعب الليالي اللي مرّت عليّا، يعني أنا في بيت الحمد لله في أمان وفي بيت وكده، بس طبعًا بقى كنت منهارة بقى ما رضيتش أنهار قدّام حد ولا أختي ولا أي حد، بس أول بقى ما حطيت بقى دماغي على السرير كده كان بقى عياط رهيب لحد ما رُحت في النوم، لإن أنا مش قادرة أتصوّر الوضع اللي أنا فيه ولا مش عارفة هو إيه اللي أنا فيه، يعني أنا فعلًا حقيقي ما إمم، كنتش عارفة الدنيا كلّها بالنسبة لي ظلام والمستقبل أنا مش عارفة هو فيه إيه وبُكرة المفروض أبقى في إيه، فحسّيت إن هو اللحظة الوحيدة اللي تقدري تنهاري فيها هي دي الوقت دي، إمم، عشان بُكرة في حاجة لازم جديدة تبقي قوية. لازم تبقى قوية عشان نبدأ نكمّل بقى ونعرف هو أنتِ بقى هتعملوا إيه، إمم، فنبدأ بقى أصحى الصبح بقى نبدأ نفكّر أنا وهي ونكلّم ناس ومش عارفة نعمل كذا وأدوّر على شغل بسرعة، عشان أنا كان شغلي طبعًا في الدار، فلمّا سِبت الدار سِبت الشغل. فما كانش يعني كانت وكأنه إحساس باليتم من أول وجديد يعني. تمامًا، إمم، تمامًا. طيب خلاص إمم. انهارنا يعني مش عارفة أقول لِك بس انهارنا وحسيتِ إنِّك لازم تبقي قوية، تاني إمم، يوم إمم. إيه الخطة عملتِ إيه بقى؟ الخطة إن أول حاجة كان لازم أدوّر على شغل، هي كانت بتشتغل فالحمد لله هي نزلت شغلها، وأنا بقى بدأت أدوّر على شغل وناس أصحابي كلموني وكنت باروح هنا وباروح هنا وباروح هنا، لحد الحمد لله ما استقريت في شركة، شركة طباعة ونشر كبيرة يعني قعدت فيها 4 سنين، وبعد كده بقى بدأنا بقى ندوّر بقى إيه، خلّصنا الشغل بدأنا ندوّر على مكان نقعد فيه، لإن مش هنقعد عند الست كتير إمم، ف فقعدنا ندوّر لحد ما لقينا شقة وكنا عاوزين كمان مكان يكون هادي شوية ولا يمانع إن بنتين يكونوا ساكنين لوحدهم، عشان المجتمع فاهماكِ، وكده، فساعتها لقينا في الشيخ زايد وكانت معروفة شوية إن هي جنب الجامعات هناك، فممكن بنات يكونوا بيأجروا وبيعيشوا لوحدهم وكده،
بس فبدأنا بقى نشوف بقى فكرة بقى إن إحنا قعدنا في شقة أول مرّة لوحدنا خالص، بنصرف على نفسنا إزاي، ندبّق الأمور إزاي وكده، فدي ما كانتش طبعًا ما كانش في سهلة. حد من الدار بيسأل خالص أنتم عملتوا إيه، ما عملتوش إيه؟ لأ، هي المشرفة دي كانت بتسأل، إخواتي طبعًا كلّهم اللي في الدار طبعًا، طبعًا كلّهم كانوا بيسألوا وكانوا بييجوا لي وبنروح وكده. بابا الله يرحمه بس هو مش من الدار، هو متطوّع، بس هو طبعًا كان بيسأل على طول، وكنت باروح الدار، يعني الحاجة الحلوة برضه اللي عملوها إن هم ما منعونيش من دخول الدار ساعتها، إمم، فأنا كنت باروح كل جمعة أطمن عليهم وكده يعني، لكن إدارة الدار نفسها أو الناس بتاع مجلس الإدارة لأ، ما فيش حد سأل. إمم. طيب ده أول بقى تواجه مع العالم الخارجي، إمم، يعني أنتِ في الدوام كلّكم نفس الظروف، نفس إمم، الأفكار، نفس الظروف، يعني إمم، ممكن نقول ما فيش الاختلاف أوي. آه، طلعتِ للعالم الخارجي، إمم. احكي لي بقى من أول إنِّك تدوّري على شغل، التعليقات، الناس، العالم استقبلِك إزاي؟ آآ قعدت أدوّر على شغل فترة، يعني اشتغلت يعني نزلت كام interview كده الأول وحتى في شغل رُحته يوم وبعد كده رجعت قُلت مش هاروحه. لحد ما صاحبتي كلمتني، صاحبتي دي هي كانت معايا لإن إحنا عندنا 3 أو 4 مشاريع جوّه الدار. إمم، عندنا دار الأيتام وعندنا الحضانة وعندنا سكن مغتربات وعندنا مدرسة تمريض، فعندنا 4 حاجات. كنت في مدرسة التمريض وبحكم إن أنا الأخصائية الاجتماعية بتاعة الدار وكده، فكنت عارفة بنات كتيرة أوي وكانوا صحابي يعني، فلقيتهم هم كمان بيتصلوا بيّا، إحنا عرفنا، طب بُصّي روحي الشغلانة الفلانية، إحنا كلمنا لِك كذا، لحد ما في حد منهم قالوا لي: "إحنا بنشتغل دلوقتي في الشركة بتاعة الطباعة والنشر دي، فإيه رأيِك تيجي وتعملي interview وهنكلم المدير وكده." وفعلًا رُحت هناك واتقبلت وبدأت أشتغل. طب أنتِ ليه بتقولي في سكن مغتربات، ليه ما رحتوش على سكن مغتربات؟ لأ، هُم ما كانوش عاوزيننا في إحنا طيب إحنا أساسًا كنا في سكن مغتربات. يعني دلوقتي الوضع بيبقى إيه في الدار، إن أنا خلّصت، ده كان إمم، الوضع القديم طبعًا، إن أنا خلّصت الدراسة، إمم، لو خلّصت وأنا عندي 18 سَنة أو 21 سَنة، بس المهم أيًا كان أنا خلّصت دراسة، باتنقل من المبنى بتاع البنات الأيتام، وباروح أسكن في سكن مغتربات، باخد ماشي، سرير ودولاب بس، تمام. وهي دي تبقى عيشتي أدفع إيجارهم. ليكِ فأنا أوضة لوحدِك؟ لأ. أوضة وسط أوضة مشتركة إمم، وسط البنات، يعني أنا هاتعامل كإني مغتربة بالضبط إمم، زيّهم، باكل على حسابي، باشرب على حسابي، أكل، شرب، معايا كل حاجة، وفي نفس الوقت كمان بادفع الإيجار بتاع المكان اللي أنا قاعدة فيه، فأنا أساسًا كنت في سكن مغتربات، فهُم خلاص مش هيودوني فين تاني، فطبيعي الشارع يعني. فأنتِ أصلًا مشوكِ من سكن مغتربات كمان، بس ده أنتِ بالضبط. بتدفعي إيجار يعني بس ده قرار دار خلاص يعني، فمش هنسأل بقى إمم. فيه. بس طيب أنتِ إمم، نرجع تاني للحتّة بقى بتاعة الشغل، آه. بس هل مثلًا كان صعب في موضوع الشغل إنِّك يعني لقيتِ في الآخر دار النشر بس كان صعب؟ يعني رُحتِ مثلًا مقابلات شغل قالوا لِك لأ عشان ظروفِك أو كده والّا ما لأ، هُم المقابلات اللي فاتت ما كانوش يعرفوا أوي الظروف، فأنا ما كانتش حاجة فظيعة يعني، أو ما كنتش حاطة في بالي دلوقتي الظروف والّا مش الظروف أوي، لحد بقى ما رُحت لشركة النشر ديّة، وواضح إن هُم كانوا زمايلي أو صحابي يعني كانوا قايلين للمدير الظروف، إمم، و بس مش كل المكتب كانوا عارفين، أو هي شركة ما شاء الله كبيرة، مش كل إمم. الشركة كانوا عارفين. فهنا بقى كانت بقى إيه، اللي هو أول مرّة بقى هاحتك فعلًا حقيقي بالعالم الخارجي، وأبدأ بقى أشوف أقول هو أنا من دار أيتام والّا مش من دار أيتام والكلام ده، لإن ده طبعًا بيبقى سيناريو بقى تاني خالص غير الحاجات اللي أنا مرّيت بيها، أنا كده بقى دخلت في مرحلة صعبة، مرحلة الوحش بجد. إمم، ف وخاصةً إن كان معايا بقى كمان البنات اللي هم المغتربات ال3 تقريبًا 4 أو 5 موجودين في الشركة، فهُم عارفينّي وعارفين دار الأيتام وعارفين كل آه، حاجة. فكنت باحاول بقى اللي هو إيه، أضبّط الدنيا زي أيام المدرسة الثانوي برضه كنت نفس الموضوع، لأ أنا ليّا 3 إخوات، لأ أنا ليّا 6 إخوات، إمم. كنت باكدب كتير وكنت هو أنا قُلت لِك إن أنا عندي 7 إخوات والّا أنتِ اللي أنا قُلت لِك إن أنا أنتِ عندي اللي هو 4 أيوه صح إخوات؟ فكّريني بالضبط أنهي عشان كدبة، أنهي كدبة أنهي كدبة، أنهي آه، سيناريو بالضبط، فده كان مُرهق جدًا إمم. في ساعة الثانوي، فأنا أخيرًا خدت pause كده وساعة الثانوي والجامعة، فخدت pause شوية وأنا في الدار، فرجعت بقى للحوار ده تاني، تاني، إن أنا أشوف بقى هو أنا هاقول إيه، طب إيه السيناريو، ما ينفعش هو لازم يبقى سيناريو واحد لإن إحنا في شركة وكلنا عارفين بعض. بس أنتِ آآ خايفة تقولي يعني عشان برضه ما تتعرضيش لنفس فكرة التريقة والسخرية مش اللي كانت التريقة وأنتِ صغيرة؟ والسخرية، لأ، بيبقى في حاجة تانية، التريقة والسخرية على فكرة ممكن نرُد إمم، عادي، فكنا بنرُد وكده، لكن كمان بيبقى في بقى نوع بقى من الشفقة اللي هو إيه ده حرام،
آه. المعاملة بقى اللي هي المُبالغ فيها، الحاجات اللي زي دي ودي بالعكس، دي بالنسبة لي أسوأ بكتير من السخرية. إمم. السخرية هاقدر يعني بالعكس أنت شايفني على الأقل شايفني نِدّ قدّامك، فأنت بالضبط. بتسخر آه. منّي فت و فأنا أقدر، لكن شفقة معناها إن أنت نزّلتني تحت خالص يعني. فهي دي بس كانت التركاية اللي إحنا هنقول والّا مش هنقول والّا كده. بس اللطيف إن في مرّة دخلت الأوضة الاجتماعات يعني، وكنا كبنات بنتجمّع فيها وكده، فدخلت في الأوضة لقيت واحدة من زمايلي اللي هم كانوا معايا في المغتربات يعني، قاعدين بقى بيتكلّموا على الدار. وبعد مع كده الناس التانية. مع الناس التانية آه. يعني، وأنا ما كنتش قُلت ولا حاجة. ف ف فوأنا معديّة كده فبيقولوا لي: "نهلة تعالي بُصّي، ما أنا لسه كنت باحكي لهم عندكم في الدار بيحصل كذا." فأنا بالنسبة لي اللي هو إيه، مالها سقّعت كده ليه، إيه ده؟ بعد كده فحسيت اللي هو يعني أنتم عاملين حفلة كبيرة وبتتكلموا يعني بتتكلموا على الدار وعليّا، طب يعني أنا صاحبة الحفلة فاعزموني على الأقل، قولوا لي تعالي قولوا لي بقى. فحسيت إن هو إيه ده الprivacy إمم. اتقتلت يعني المفروض إن هو وما لكيش حق يعني ما اخترتيش وما إن اخترتش يعني، ومش بالطريقة دي وكده. ف ف فقُلت خلاص يعني مش مشكلة، بجملة بقى أنتم عرفتوا فخير كويس إمم. يالّا. في جبل اتشال من عليّا وخلاص بقى بغض النظر. أنا هابقى بقى محتاجة الفترة الجاية أتعامل بقى مع الأسئلة اللي ما إمم. وراء بقى المعرفة ديّة. طبعًا هيبقى عندهم أسئلة كتيرة، لإن الناس مش كلّها عارفة حياة دور الأيتام، وهي فاكرة إن الأيتام بيفضلوا أطفال. ففجأة لقوا في أيتام معاهم في الشغل. إمم. فطبعًا كان في أسئلة بقى كتيرة جدًا، فكنت باحاول أجاوب عليها. بس طبعًا بقى كانت بقى في ضربات القلب بتبقى في السما، يعني اللي هو أول إمم. بس ما يجيبوا، أو إن مثلًا بس يجيبوا سيرة دار أيتام أو مش عارفة كذا، فطبعًا ضربات القلب بتبقى في السما، اللي هو إيه ده يا نهاري! هُم اتكلموا عليَّ. فبالنسبة لي أول ما عرفوا يالّا زي إمم. الفل. أنتِ قُلتِ حاجة إحنا فعلًا دايمًا معتقدين أطفال الأيتام، هو الأطفال دول بيكبروا بقى، بس إحنا بيكبروا دايمًا عندنا إحساس إنه بيكبروا طفل يتيم، قال هنروح الدار الأيتام هنجيب لهم لعب أيوه، وهنجيب آه. ما مش بنحس إن ده لأ، هيكبروا. بالضبط، هو الفكرة بتاعة الناس إن الأيتام أطفال. طَب على فكرة ما هو الطفل اللي أنت كنت بتزوره من 15 سَنة مش هيفضل طفل، لإن بالضبط. حضرتك نَفْسك كبرت. آه. فأنت لازم، فهو الناس من كتر ما هي دايمًا بتروح بتتارجت الأطفال، وعشان كده كان معظم دور الأيتام زمان. عشان كده باقول لِك هُم عاوزين إيه، إن أنا أخلّص بسرعة فاتجوّز أو أشتغل فامشي من الدار عشان يقدروا يجيبوا أطفال تانية. أطفال تانية. لإن الconcept عند الناس إن الأيتام أطفال، والأطفال هم اللي بيجيبوا تبرعات. تبرعات وزائرين أكتر، فلازم نحافظ. فالimage دي نفسها لازم إن إحنا نكون بنحافظ إمم. عليها، فعشان كده يعني. طب يعني إيه اللي خلّاكِ ترجعي بقى مش يعني من تجربتِك دي أنا واحدة اللي هو خلاص بقى أنا مش هادخل في حتة الأيتام ودار صح، الأيتام والكلام ده كله ده خالص، حقيقي. إيه اللي رجّعِك؟ طيب أنا فعلًا كده، يعني أنا ما صدّقت إن أنا طلعت من الدار، وقُلت خلاص مش مش عشان أنا قصدي بس عشان أوضّح إن مش قصدي إن دي حاجة لأ وِحشة، بس يعني بالعكس، من فكرة إن أنتِ طيب، تجربتِك إنِّك مشيتِ وكده، أعتقد إن أي حد هيبقى حاسس إنه آه. أنا مش عاوز أرجع بقى تاني بسبب التجربة دي. طيب أنا هاقول بس الأول إن إن أنا رجعت تاني دار الأيتام. رجعتِ تاني ليهم؟ طيب إزاي؟ جات لي فترة عييت جامد، عيا صعب أوي، إمم. أوي. وكان يعني حاجة كبيرة. وكان لازم 3 شهور أتوقّف عن الشغل خالص، ما أعملش أي مجهود، ما أعملش أي حاجة. ادّوني في الشغل حوالي 3 شهور أجازة إمم. بمُرتّب يعني مدفوع. وكان لازم بقى أرجع، فكان القرار الأحسن إن أنا يستضيفوني في الدار، عشان يبقى في حد بيقوم على خدمتي وكده، عشان لحد يعني ما أتعافى. فسمحوا بكده. يعني الصراحة لمّا الواحد كبر في كده شوية مرونة في شوية حاجات كده هم عملوها في الدار. فيعني فهُم كنت قعدت ساعتها بقى في الدار فترة لحد ما تعافيت وكده. وبعد كده كمّلت تقريبًا كان سَنة. بس بعد كده واضح إن أنا كنت رايحة عشان آخُد باقي ونطلع كُلّنا مرّة واحدة، لإن هم برضه قلبوا علينا كُلّنا، وكل تاني؟ بقى مش عارفة، واضح المشكلة المشكلة فيّا أنا. فيكِ بقى واضح واضح المشكلة فيّا. هم ماسكينها لِك من وقت ثانوية عامة دي. أيوه مش عارفة، مش هُم هو ده اللي حظّيت الpayback. ف فتاني نفس القرار يالّا بس بقى لمّي المرّة دي شنطتِك بقى وامشي. كلّكم، وأول بقى مرّة يطلعوا لنا بالكارت بتاع، هو أساسًا أنتم المفروض عدّيتوا 21 سَنة المفروض تمشوا. فدي كانت أول مرّة نعرفها. وبعد كده بس أنتِ لأ بتقولي البنت لحد ما تتجوز. بس البنت لحد ما تتجوز، فهي قاعدة في الدار. فأنا أخواتي كانوا أكبر منّي قاعدين في الدار.
فهُم بقى لمّا لاقونا بنطالب بحقوقنا وكده، فقالوا لأ خلاص بقى باقول لكم إيه، كل الكبار يمشوا، كل اللي تجاوز ال21 سَنة خلاص يمشي، وأدي ورقة طابعين لنا ورقة من على الكمبيوتر حالًا، أدي ورقة بتقول إن إحنا فعلًا المفروض نستضيف كل دي ورقة 21 سَنة، حد كتبها على ورقة الكمبيوتر حالًا، والّا حالًا، مختومة حالًا، ولا أي حاجة هي أوكي ورقة ممتاز. حرفيًا لدرجة إن أنتم لسه عاملينها دلوقتي. الحبر ما فقُلنا لهم طَب دي كانت فين السنين اللي فاتوا على الأقل حتى كنا نؤهّل نفسنا نفسيًا إن إحنا هيحصل فينا كده، إمم. فهو ده بس المرّة دي بقى صراحة كنا داخلينها بقى حرب يعني، ليه؟ لإن أنا ما كنتش عاوزة اللي حصل بقى اللي هيحصل معانا يحصل مع أخواتي الصغيّرين، إمم. فكنت حاسة إن هو لأ، المرّة دي أنا يعني إحنا هنستقتل على حقنا إن إحنا نكون موجودين، أنا كده عاوزة أمشي، وكل أخواتي كانوا الكبار عاوزين نمشي، لكن قُلنا لأ، لو إحنا مشينا فهييجي الدور على أخواتنا الصغيّرين إن هُم يطلّعوهم فجأة كده، إمم. ويبقى هي دي السيناريو متكرر، فقعدنا بقى نشتكي ونعمل حاجات وكده لحد في الآخر مشينا برضه. خلاص بقى يعني أصل هنعمل إيه؟ خلاص بقى خلاص هو دي مشينا. فعلًا هو أنتِ يعني بترجعوا لمين؟ يعني أنتِ دلوقتي مش عايزة تحاربي وعايزة تُقفي، بس مين يعني الجهة الأعلى منهم المفروض اللي إن بترجعي كانت لها؟ وزارة التضامن، بس إمم. ساعتها كان الكلام ده من أكتر من 15 سَنة تقريبًا، بس ساعتها ما كانش الدور بتاعها قوي زي دلوقتي، إمم. لأ، وما كانش بتسمع أوي، وما كناش نقدر نروح، يعني دلوقتي ما شاء الله يعني بتقدري تروحي للوزيرة، أي شاب أو كده بيقدر يروح للوزيرة على طول، يعني إمم. بيقدر يروح للقيادات في الوزارة، ويقدر كمان يروح للوزيرة، بس زمان ما كانش ده موجود، يعني أنت لو لقيت بس موظف حتى في المجمع نفسه إن هو يكلمك، فده هيبقى يعني كويس أوي. فللأسف حاولنا بس ما عرفناش، إمم. وساعتها الدنيا ما كانتش ورجعتوا أحسن حاجة، تاني فخلاص بقى أخدنا شقة بقى كلّكم بقى مع كلنا بعض. كنا حوالي كل 9 بنات أو 10 بنات في شقة، ودي طبعًا عملت مشكلة لإن خلاص الأول كنا 2 إمم. ما كناش باينين أوي، لكن 9 أو 10 بنات في شقة، فدي طبعًا بالنسبة للناس اللي حوالينا لأ، هم دول مين ومش لاقيين أي حد كبير معانا، كلنا أعمار سنية واحدة، فطبعًا كان حصلت مشاكل لحد ما قُلنا لأ، ننفصل بقى ونتفرّق وكل 2 أو 3 إمم. يبقوا في شقة. طيب إيه اللي رجّعِك بقى لموضوع يعني إيه اللي خلّاكِ الأيتام تشتغلي في حتّة طيب الأيتام دي تاني؟ طيب أنا كان في حد من المتطوعين أو الزائرين اللي بييجوا لنا هي لقيتها بتكلمني تقول لي: "يا نهلة" أنا ما كنتش ناوية خالص بقى الحمد لله أنا طلعت من الدار وحاربنا وما جبناش حقنا وكل حاجة، السكة بتاعة الأيتام دي خلاص بقى ننساها تمامًا، اتقفلت بقى خلاص. اتقفلت تمامًا عندي، اللي هو خلاص لأ، هو الأيتام بالنسبة لي إن إحنا بس أنا وأخواتي وبنسأل على بعض لكن حتى الدار مش هنروحها، مش هنعمل أي حاجة، فلقيتها بتكلمني تقول لي: "يا نهلة في جمعية NGO جديدة هي فاتحة من 2008 كان ده الكلام ده في 2012 والجمعية ديّة هي مخصصة لتنمية وتطوير دور الأيتام، فهي عاوزة تساعد الأيتام إن هم يندمجوا صح في المجتمع، إن هم يبقى ليهم حقوق وكده، فإيه رأيِك هم عاوزين يسمعوا الأيتام وناس كبيرة من إمم. الأيتام فإيه رأيِك تروحي أنتِ وفلانة وكذا؟ فصراحة رُحت لها مجاملة، يعني اللي هو إيه، ماشي يا طنط فلانة أنا هاروح وكده، فرُحت أول مرّة، فهُم ساعتها حسيت إن هُم بيسألوا أسئلة مختلفة، أسئلة مختلفة عن إحنا متعودين من صغرنا إن ييجي لنا طلبة جامعة، باحثين، دكاترة، مش عارفة كذا، بيعملوا أبحاث علينا، إمم. فأنا متعودة على الأسئلة بتاعتهم، ومتعودة على الحاجات اللي هُم بيسخّفوا فيها وبيدخلوا في الخصوصيات وكده، فحسيت إن هي دي هتبقى كده يعني، فلقيت لأ، الوضع مختلف خالص، لأ، ده في كيان كامل عشان الأيتام، فبالنسبة لي دي كانت بالنسبة لي لأ، فكرة غريبة جدًا، حتى أختي ساعتها قالت لي: "إيه رأيِك لو أنتِ تسيبي شغلِك وتيجي تشتغلي هنا؟" قُلت لها: "لأ شكرًا، إمم. أي حاجة هترجّعني للمجال ده تاني وترجّعني لعالم الأيتام أنا رافضاها تمامًا، مش هادخلها." بس صراحة بقى بدأت أروح الجمعيات دي كتير، أشارك معاهم في مؤتمرات، أشارك معاهم في events، أشارك معاهم في مائدة مستديرة بيناقشوا معايير الجودة اللي أنا كنت باقول لِك عليها دي، وصراحة الموضوع كان مُبهِر، اللي هو إيه ده! فحسيت إن إيه ده، طب والله ممكن الواحد يدخل من باب تاني يقدر يساعد بيه إخواتي، أنا كان كل هَمّي إن في يوم من الأيام ممكن أساعد إخواتي أو ممكن الواحد يوصل لحقوقه. فعشان كده أول ما لقيت بقى فرصة شغل عندهم، رُحت باعت لهم على طول الCV وقُلت لهم هل ينفع وكده، وهُم عملوا لي internship لفترة كده معيّنة، وبعد كده خلاص بقيت معاهم. أول حاجة قُلتها لهم بُصّوا أنا يعني اللي أنتم بتعملوه حلو جدًا، جدًا، وأنا شخصيًا نَفَسي طويل، أنا لسه طبعًا ما كانوش لسه وصلوا لأي نتايج، فقُلت لهم: "أنا شخصيًا نَفَسي طويل، فأنا معاكم للآخر."
إمم. وأنا أحيانًا الواحد بيقول كده. ففعلًا أنا حسّيت إن هو يعني خلّيكِ شوفي حاجة جديدة ومختلفة وجرّبي. فطبعًا بقى إيه، قالوا لي بقى بُصّي أنتِ إيه، أنتِ اتربيتِ في دار أيتام وعندِك الحياة بتاعتِك والخبرة، بس إحنا هنبدأ بقى من الصفر، هنبدأ بقى نعلّمِك، ندرّبِك بقى، تتدرّبي بقى بشكل صحيح على أنتِ عندِك الخبرة الحياتية، أنتِ عاوزة الخبرة بقى العلمية كمان. إمم. فأخدت بقى يعني دخلت الشهادة، كنت واخدة أول شهادة متطوّرة في تعزيز نمو الأطفال من إنجلترا، ودي متخصصة في الأطفال من سِن 0 ل18 سَنة عشان أفهم السيكولوجية أساسًا بتاعة الطفل دي إيه اللي بيحصل فيها، وبالتالي I can relate للأيتام يعني. وبدأت بقى أبدأ إن أتطوّر بقى عشان أقدر أتكلّم وأقول عن نَفْسي وأقول كذا. الحقيقة صراحة اللي حمّسني إن أنا أبقى متواجدة في المكان، إن فجأة كل الفترة اللي فاتت وكل الحاجات اللي أنا عِشتها وأنا باقولها لهم عشان هم ياخدوها ويطبّقوها عندهم. ويحطوها في المعايير ويضبّطوا بناءً عليها وكده، فهُم كانوا باصين إن هو أنتِ عندِك كنز ادّينا. فدي بالنسبة لي كانوا كانت مقدّرين يعني وحسّوكِ إن أنتِ أنا فعلًا حسّيت تقدري إن أنا تفيديهم. عندي كنز مدفون، إمم. الخبرة الحياتية دي فجأة اتحوّلت لكنز، جواهر مدفونة. ولقيت الshare يعني لقيت الحد اللي بيقدّرها. فحتى دايمًا كانوا بيقولوا لي: "نهلة أنتِ رُمانة الميزان بالنسبة لنا يعني، ولا هنروح كده ولا هنروح كده، فأنتِ لو هنروح كده لأ اضبطوا، هو على فكرة إحنا كأيتام محتاجين 1 و2 و3." إمم. فحسّيت لأ، إن الموضوع معاهم أحسن. بعد كده لمّا بدأت أول مرّة أو تاني أتكلّم وكده، فلقيت نظرة الناس مختلفة، اللي هو كان في نظرة كده أنا حتى روّحت البيت عشان ما عرفتهاش، اللي هو الناس اللي كانوا قاعدين وأنا باتكلّم وباقول القصة بتاعتي وكده، كان بيبصّوا لي كده ليه؟ النظرة دي أنا مش لاقية لها تعريف. ففضلت إمم. فترة طويلة مش لاقية لها تعريف، لإني أول مرّة تتبَص لي مختلفة عن كل النظرات اللي كانت مختلفة بتبُص لِك قبل كده. تمامًا. إمم. كانت نظرة فيها إحنا مش مصدّقين، وعلى انبهار، على اندهاش، على حاجات غريبة جدًا. ودي عمري في حياتي ما حد بصّاها لي. إمم. فبالنسبة لي أخدت وقت طويل عشان أحُط تعريف معيّن للنظرات اللي أنا شُفتها دي، وكنت عاوزة منها كتير. ولمّا جمّعتِ النظرة دي كان إيه إحساسِك؟ إحساسي إن على فكرة إيه ده، الدنيا مش وحشة أوي زي ما إحنا إمم. الواحد فاكر أو عشان الحاجات اللي مرّينا بيها. لأ، وفي ناس على فكرة بتبُص لأقل حاجة أنتِ عملتيها بتقدير كويس أوي. فليه لأ، ليه أنا عاوزة من دي، أنا عاوزة من النظرة دي إن ما حدّش يبُص لي النظرات التانية اللي كنت باخدها طول حياتي. أنا عاوزة هذه النظرة بالذات، فأنا هاشتغل عشان أوصل لها يعني. هو اختار الدايرة بقى اللي حواليّا اللي تبُص لي واختار النظرة دي. الدايرة، أولًا اختار الدايرة يعني كإني دخلت حضانة كده كويسة، هي احتضنوني بفكرة اليُتم وكده. وفي نفس الوقت كمان إن هُم بيحتضنوني، بس في نفس الوقت هي مش شماعة تعلّقي عليها ظروفِك، إمم. أنتِ زيِّك زينا موظفة بتعملي كذا، بتعملي بالضبط. كذا. بس في نفس الوقت كمان أنتِ محتاجة لو أنتِ هتبقي قدّام عاوزة توصلي لحاجة من دلوقتي، فأنتِ محتاجة إن أنتِ كمان في حاجات تتصالحي بيها مع نفسِك عشان تقدري بيها تفيدي غيرِك. فكانت رحلة بقى طويلة معاهم يعني. طب وجِه منين لقب سفيرة الأيتام؟ طيب اللقب جِه من وزيرة التضامن السابقة دكتور نيفين القباش. هي كانت يعني في يوم الفتاة العالمي كان ساعتها خلاص بقى. قبلها كنت واخدة واحدة من أفضل 10 سيدات في المجتمع المصري. كان تصويت في women of Egypt. إمم. فكانوا عاملين مسابقة كده إن هم 50 شخصية ما شاء الله، يعني شخصيات أنا مش فاهمة هم حطّوني إزاي أنتِ طول الوقت لحد دلوقتي مستغربة طول الوقت أنتِ حاجة كبيرة أوي والله. والله أنتِ ففجأة لقيت اللي هو حد يعني هم عاملين نتايج اللي هو. فأنا حسيت قريت الprofiles بتاعة ال50 شخصية. فلقيت نهلة اللي هو إيه ده! ده أنتم حاطينّي مع وزيرة مش عارفة كذا وسفيرة كذا وشخصية عملت إيه إمم. فبس بعد كده كان في vote لمدة شهر على إن هم يختاروا أفضل 10 شخصيات. فمصر كلّها لازم تvote يعني. فالحمد لله طلعت الvote يعني تاني حد واخد أعلى vote إن هو من أكتر 10 شخصيات مؤثرة في المجتمع. بناءً عليها بقى ساعة اليوم بتاع الفتاة العالمي في 20 تقريبًا 20 آخر 2020 بعد الكورونا بالضبط يعني. لقيت الوزيرة باعتة لي دعوة إن أنا أحضر وكان في الاحتفالية بتاعة يوم الفتاة العالمي أعلنت بقى إن نهلة نمر تم اختيارها كسفيرة للأيتام في مصر. كان إيه إحساسِك؟ آآ
لسه باقول لأختي امبارح إحساسي أنا فاكرة اليوم ده عشان أنا عاوزة اليوم يخلص. أنا أنا عاوزة اليوم يخلص لإن أنا مش باترجم يعني أولًا أنا كنت متفاجئة، أنا كنت داخلة وأنا ما حدش آه، هم معرّفني ما أي حاجة قالولكيش خالص، قبلها؟ خالص، إمم. خالص. وأنا كنت داخلة اللي هو إيه، عشان الوزيرة دعِتني وكده، فأنا هاقعد على جنب كده شوية وبعد كده إيه، يعني هاتسحّب كده وأمشي. إمم. وحتى اللبس بتاعي ما كانش مناسب حتى للاحتفالية أو كده. إمم. فقالوا لي: "لأ، أنتِ لازم تتفضّلي قدّام وكده." بعد كده فأنا قُلت خلاص في اللحظة اللي أنا قررت فيها إن أنا خلاص أنا قعدت شوية حلوين كده، هاخد شنطتي وأمشي، فلقيت الوزيرة بتنادي عليَّ. فطبعًا كل الحاجات حتى قالت لي قولي كلمة أو كده، أنا مش عارفة أنا قُلت إيه ساعتها. بس كل الحاجات كلّها كانت فجأة وخاصةً إن أنا كمان ما كانش معايا حد ولا في الشغل ولا حد. فكنت حاسة إن هو إيه ده، هو إيه أنتم بتعملوا إيه؟ أنتم متفقين على إيه؟ أنتِ فحسيت إن هو لأ، أنا عاوزة اليوم ده يخلص عشان أروّح البيت أبدأ أنام الأول، بعد كده تاني يوم بقى أبدأ أستوعب هو إيه إمم. اللي حصل امبارح. فما كنتش مستوعبة خالص، خالص لحد ما روّحت البيت ما كنتش مستوعبة، ما قُلتش لحد تقريبًا. غير طبعًا لمدام عزة عبد الحميد اللي هي رئيس مجلس إدارة في الشغل، لإن أنا إمم. باعتبرها زي والدتي يعني. ف فقُلت لها وقُلت بس يعني في بعض الناس في الشغل عرفوا، لكن حتى ما كنتش قُلت لاخواتي، ما كنتش قُلت لأي حد. أنا مش فاهمة، هو أنا مش فاهمة، فخلّيني بكرة أستوعب وبعد كده هابقى أقول لكم إن أنا حصل 1 و2 و3 وحتى مش فاهمة هو المنصب ده إيه بالضبط وكده. طب لمّا استوعبتِ بقى؟ لأ، كانت حاجة تقيلة أوي. كانت حاجة تقيلة لإن آمم حسيتِ بالمسؤولية يعني؟ جدًا، جدًا، لدرجة إن أنا كنت عاوزة لأ خدوها تاني أنا مش خدوها عاوزة. تاني. إمم. فحسيت اللي هو إيه ده، إيه اللي اترمى لي ده وأنا إيه ده، إيه اللي حطّني هنا، لإن طبعًا بقى الناس بقت العين بقت عليّا أكتر، بقيت معروفة باسم سفيرة الأيتام. ففي ناس كتيرة أوي كانت بتبعت لي إحنا عاوزين كذا، ممكن توصّلينا بكذا، ممكن فلقيت كَم حاجات عمّالة تدخل عليّا أنا حسيت إن أنا ما كنتش مُهيّأة ليها. وما كنتش عارفة هو الطريق فين، يعني آخُد ده أودّيه فين، آخُد الطلبات دي أودّيها فين، آخُد الشكاوى دي. بس مع الوقت بقى بدأت بقى صراحة يعني دكتور نيفين ساعتها بقى بدأت بقى تقول لي لو في حاجة اعملي مش عارفة كذا، كلّميني على طول، بقيت إمم. باكلّمها هي مباشر على طول. وبعد كده بقى اتعملت بقى اللجنة بقى بتاعة أبناء مصر عشان يبقى في بقى إتاحة لكل أبناء مصر إن تمثيل هم أكتر ييجوا ليهم. تمثيل أكتر ليهم. طب يعني منصبِك دلوقتي أو وظيفتِك، إيه الحاجات اللي نِفْسِك تتغيّر في دور الأيتام؟ آآ أنا نِفْسي طبعًا إن هو التأهيل، لإن لو كان في تأهيل لمقدّمي الرعاية أو الأمهات البديلات والمشرفات اللي هم كانوا بيربّونا، الوضع كان هيبقى أحسن بكتير. الناس اللي ربّوني بالفطرة بتاعتهم، بس الفطرة دي مش لازم تبقى موجودة عند كل الناس في كل دور الأيتام. والفطرة بتاعتهم ممكن تبقى على قد ما هم نيّتهم كويسة، بس النوايا السليمة وحدها لا تكفي يعني، إمم. فلازم يبقى فيها معاها علم ومعاها كذا. تاني حاجة لازم تأهيل لدور الأيتام، لازم تأهيل للشباب نفسهم، لإن هم عاجلًا أم آجلًا هيطلعوا برّه في المجتمع، بس على الأقل يطلعوا برّه وهُم عارفين. أنا مش إمم. شرط إن أنت التأهيل ده إن أنت تدّي له مليون جنيه ولا ما أنا قُلت إن هو كده مش هيبقى مش فاهم هيعرف أصلًا قيمة يستفيد. الحاجة اللي معاه طول ما هو مش متأهل. إمم. ف فالمفروض إن هو أنت عارف إن هو هيخرج في يوم من الأيام، فخلّي الرحلة دي كإنه نازل عندك ترانزيت هنا لحد ما يروح للمكان بتاعه الأساسي. فخلّي الرحلة دي تبقى رحلة تعلُّم وتأهيل ليه عشان لمّا يخرج ما يبقاش يحصل انتكاسة ومش عارف هو يروح فين بالضبط. تالت حاجة بقى إن الأيتام نَفْسهم يشتغلوا على نَفْسهم، لإن الصوت بتاعنا بقى دلوقتي أقوى بكتير. نظرة الناس نَفْسها اختلفت، نظرة الناس زمان ما كانتش أحسن حاجة للأيتام خالص، فكُنّا بنعاني من نظرة الأيتام، دلوقتي ما شاء الله النظرة اختلفت تمامًا. في شباب أعرفهم وبنات أيتام كتيرة جدًا كاتبين على صفحاتهم على الفيسبوك وكل الحاجة إن هم من دور أيتام. يعني نظرتهم هم محتاجين بقى يطلعوا من دور الضحية شوية، إحنا مش ضحايا يا جماعة، إمم. إحنا مش ضحايا. إحنا كان عندنا ظروف خاصة والحمد لله الدنيا من حوالينا دلوقتي بتتأهل عشان يراعوا الظروف ديّة أو يساعدونا في الظروف دي، فخلاص إحنا مش ضحايا. إحنا محتاجين بقى نشتغل على أساس ده، لإن إمم. إحنا في إيدينا كتير أوي نقدّمه حتى للمجتمع يعني. طب إيه نِفْسِك المجتمع يتغيّر؟ يعني إحنا بقى كناس وبنيجي وبنعمل يوم يتيم وبنروح نتبرّع، يعني حاسة من كلامِك أنا حاسة إن كل الكلام اللي إحنا بنعمله ده بالعكس ممكن يكون مش زي ما إحنا متخيّلينه، فأنتِ إيه الحاجات اللي من اللي إحنا بنعملها دي نِفْسِك تتغيّر؟ أنا نِفْسي إن هو الناس بس تفهم إن اليتيم إنسان، يعني إمم. هو مش
مش بُقّي مفتوح عشان ندخّله حلويات، ولا أنا داخلة دور الأيتام عشان هي مكان أنا باروح أزور فيه زي ما باروح حديقة الحيوان، لإن أحيانًا دي كانت الأحاسيس اللي بتوصل إمم، لنا زمان، اللي هو الناس جاية تتفرّج علينا، الناس جاية ترمي لنا السوداني بتاع فحسيت شوية إن لأ، يا جماعة هو اليتيم إنسان، فلو أنا فكّرت بيه إن الشخص اللي قدّامي ده هو بني آدم قدّام أوي ممكن يكوّن أسرة، ممكن يشتغل، ممكن كذا، ممكن كذا، هابدأ أفكّر بمنظور مختلف هو احتياجاته المفروض تبقى إيه، إمم، فاحتياجاته هي مش بس الأكل والشرب، لأ، ده على فكرة ممكن تاخد كورسات، ممكن يحصل لك تنمية في كذا، ممكن قدّام مش عارفة يحصل كذا، فهابدأ أفكّر بقى في حاجات ليه ولمستقبله، دي مهمة جدًا. تاني حاجة إن اليتيم مش طفل، اليتيم إمم، بيكبر، بيبقى ليه احتياجات مختلفة، واليتيم بيبقى موجود معانا في المدرسة ومعانا في الجامعة ومعانا في الشغل. نحاول على قد ما نقدر إن إحنا نفهم مين هو اليتيم عشان نقدر نتقبّله صح، فيقدر هو كمان بدل ما يقعد يستخبى، يفضل طول عمره مستخبي يفضل طول عمره مستخبي من فكرة إن أنا مش هاقول للناس إن أنا يتيم، هيُجبر إن هو يكدب، والكدبة هتكبر فأنت مش هت م و فلو الكدبة دي اتعرفت أنت هتكرهه أكتر، فليه؟ يعني ما نصعّبش عليه الحياة، نتقبّله. تالت حاجة إن أنا كنهلة من دار أيتام، اتربيت في دار أيتام واتخرّجت وكل حاجة، ودلوقتي أنا ما عنديش مشكلة إن أنا يتيمة، ما عنديش مشكلة، إمم، فالناس بلاش تعملها مشكلة، يعني هي أساسًا عندي مش مشكلة، فخلاص أعاملني خلاص إن أنا إمم، نهلة نفسها وما تخلّيهاش ما مشكلة ما تخلّيهاش مشكلة، بيننا، ليه؟ لإن ده بيسهّل الماضي، يعني أنا أحسن حد ممكن أكون باقابله مثلًا لمّا أقول له والله أنا اتربيت في دار أيتام وكده، أيوه، وبعدين؟ أيوه يعني أعمل إيه بالمعلومة دي؟ أنا عاوزة أعرف فده بالنسبة لي لأ، أنا كده زي الفل، أنا كده قدّام أنا مش باتعرّف كإنّي يتيمة بقى. بالضبط، فهو واضح إن هو حُطّي ظروفِك على جنب وكلميني بقى عن نهلة الإنسانة يعني، إمم، فدي بالنسبة لي بتبقى حاجة رائعة، بس. طيب يعني نفسي أسألِك أسئلة كتير بصراحة اسألي. طوّلنا آسفة بيا شاولِك طب لو حد بيتفرّج علينا دلوقتي سواء كان يتيم أو بيمُر بمشكلة وحاسس إنه ظروفه صعبة إمم، ومش شايف بُكرة، يعني إمم، هو غرقان في ظروفه دلوقتي مش شايف بُكرة، ما فيش أي أمل، تقولي له إمم. إيه؟ طيب أول حاجة هو من حقه إن هو يغرق في ظروفه، عشان أحيانًا الظروف دي بتبقى نازلة علينا باراشوت كده، فمن حقي إن أنا آخد وقت إن أنا أكون متضايق زعلان، باسأل ليه أنا اتحطيت في الظروف دي، بس ما تطوّلش في الحتة دي، ما إمم، تطوّلش في الarea دي، ما تطوّلش في المكان ده شوية، ليه؟ لإن على فكرة هو الظروف كده هي حاجات إحنا مرّينا بيها، يعني أنت وأنت صغير مرّيت بظروف، بس أنت مش فاكرها دلوقتي عشان أنت عدّيتها. فأيًا كانت اللي أنت فيه الوضع اللي أنت فيه هو هيتعدّى، بخير وبشر هيتعدّى، أنت بس في إيدك حاجة واحدة بس، إن مش هتعدّي الظروف قد ما أنت هتشوف أنت بنفسك اللي هتشوف الظروف ديّة هتعدّيها وهي في حتّة في شمال أو في اليمين، هو توجيه المسار بتاعة الظروف هي دي في إيدي، فأنا أحسن حاجة إن أنا ما اقعدش كتير وأفكّر، وبعدين قدّام إن شاء الله لمّا الدنيا تختلف وكده عاوز بقى ترجع تعيّط تاني أو تفتكر الظروف تحزن عليها تمام ما فيش مشكلة، بس أهم حاجة إن أنت حقيقي أنا ما شُفتش أي حد هو عنده ظروف هو مش قادر يتخطاها، مش بس عشان الأيتام، كل الناس شُفت ناس كتيرة أوي عندها ظروف وقدرت تتخطاها عشان هي ما حطّتش نفسها في الcorner بتاع أنا ضحية الظروف، أنا ما باحبش فكرة ال ال آمم، إن أنا أبقى فكر الضحية ده ما باحبوش، وفكر الظروف كمان إن أنا والله أصل الظروف بتاعتي شمّاعة الظروف برضه محتاجين إن إحنا نتخلّى عنها الفترة الجاية، تطلع خالص من عندنا. ليه؟ عشان الحاجتين دول لو بِعدوا خلاص الدنيا إن شاء الله هتبقى كويسة. الحاجة التانية هو مين قال إن الدنيا المفروض تبقى وردي؟ إمم، فأنا دايمًا حتى باقولها للأطفال في دور الأيتام والشباب، اوعوا تفتكروا إن طريق وردي، الطريق مش وردي خالص، ولا إحنا عشان إحنا دلوقتي أكبر منكم وإحنا عمالين نمهِّد الطريق، فبنمهِّده بس أنتم هتلاقوا مصايب، هتلاقوا مشاكل، هتلاقوا إمم، تحديات، فاوعوا تفتكروا إن الطريق وردي، هو الطريق عمره ما هيكون وردي، أنا دلوقتي نهلة هنا في الحتة دي، قدّام ممكن ألاقي مشكلة كبيرة جدًا، فاقعد شوية متعطلة ومش عارفة أحلها، بس لازم أفتكر إن أنا دايمًا عدّيت الصعب فهاعدّيها. لكن دايمًا باقول لهم إن لو عدّيتوا الظروف دي، الحتّة اللي هناك دي هتبقى حلوة، يعني هتعيشوا حبّة حلوين عقبال ما إمم، تروحوا تاني وتجرّبوا تدخلوا في تجربة تانية بظروف مختلفة وكده، الرحلة مستاهلة يعني، فالرحلة مستاهلة إمم، صراحة، يعني دايمًا باقول لهم أنا رحلتي مستاهلة، أنا لو الدنيا اتعادت تاني كلّها والظروف اتعادت تاني والحياة اتعادت تاني، هاختار نفس الحياة بنفس كل يعني لو حاجة، عندِك فرصة إنِّك تغيّري أي حاجة مش هتغيّريها؟ لأ مش هاغيّر أي حاجة.
خالص لأ، أنا حابة كل اللي أنا مرّيت بيه بحلو ومُرّه، فأنا حاباه عشان هو اللي عملني دلوقتي، هو اللي عملني إمم، دلوقتي، و ومش قادرة أغيّر فيه أي حاجة عشان أي حاجة ممكن تتغيّر ممكن تغيّرني دلوقتي، فأنا مش إمم. عاوزة ده، ومش عاوزة أغيّر أي حد من اللي أنا قابلتهم، لإن إخواتي لحد دلوقتي اللي ربنا يبارك فيهم وهُم معايا، فلأ طبعًا دي رحلة جميلة أنا قابلت فيها ناس هايلة، عمري ما كنت أتخيّل إن أبدًا إن أنا أقابلهم، وإن هُم يكون ليهم الفضل في حياتي دلوقتي، فلأ مش هاغيّر أي حاجة فيها. طب لو عندِك فرصة إنِّك ترجعي تقابلي نهلة اللي عندها سنتين، اللي لسه داخلة دار الأيتام، هتقولي لها إيه؟ آه. لازم اللي هي عندها سنتين هاقعد جنبها وهاطبطب عليها واقول لها أنتِ يعني ما تقلقيش أنتِ مش لوحدِك، عشان نهلة بتاعة سنتين لحد ما كبرت، هي كانت حاسة دايمًا إنها لوحدها، فدايمًا هاقول لها إن هي مش لوحدِك، يعني في حد معاكِ أو في حد مستنيكِ في الناحية التانية إمم. على الشط التاني، فما تقلقيش، يعني أنا دايمًا باحب كده دايمًا أقعد أتخيل ياه! لو أرجع بس لنفسي في الوقت اللي أنا كنت متضايقة فيه وأقول ما تقلقيش هتعدّيها، فعشان كده باقول لِك إن الظروف هتتعدّى، عشان أنا هارجع لنفسي وأقول لها خدي التجربة ومُرّي بالظروف واحزني وكل حاجة، بس ما تقلقيش أنتِ هتعدّي، فكنت هاقعد أطبطب عليها صراحة. طب عايزة بس آخر حاجة اللي أنتِ قُلتيه في النُص عايزة ما أكونش فوّتناها، إمم. أنتِ ذكرتِ باباكِ، قُلتِ إن هو كان إمم. متطوّع. هو بابا ده أو هو سمير الغندور، بابا سمير كنا بنقول له كده، هو جِه في الدار من وأنا عندي 8 سنين، هو متطوّع يعني هو متطوّع هو مش متطوّع، هو أب، هو خَد على عاتقه المسؤولية إن هو يكون أب ل150 بنت، إمم. هو مش عضو مجلس إدارة ولا أي حاجة في الدار، لأ هو بييجي يوم الجمعة، بس هو فضل معانا لحد يعني أكتر من 30 سَنة معانا تقريبًا لأ مش 30 سَنة، أكتر من 28 سَنة معانا، تقريبًا، آمم، فبالنسبة لنا هو كان لأ، يعني بابا سمير هو رقم 1 في كل حاجة، هو كان أبونا، وهو كان الشخص اللي دايمًا مهتم بينا، مهتم إن إحنا نبقى كويسين، مهتم إن إحنا نبقى بغض النظر أنتِ موجودة في أنهي مكان، أهم حاجة إن أنتِ تكوني نَفْسِك، تكوني مش عارفة كذا، فطبعًا هو عمل في السنين اللي فاتت لأ، لو أنا هاتكلم على سمير الغندور يعني ده podcast لوحده، ممكن ياخد 10 ساعات صراحة. هو دلوقتي توفّى، يعني من سنتين طبعًا، الله يرحمه ويغفر له، بس لن يُعوّض، يعني هو الأب اللي هو لو أنا كنت اتربيت مع أبويا الحقيقي أو أي حد من إخواتي، عمرنا في حياتنا ما كان هييجي لنا هذا الشخص أبدًا ويحبنا زي ما نكون فعلًا، هو وصّل لنا أنتم بناتي وأنا باحبكم، مع إنه ليه أسرته وكل حاجة، بس إحنا كنا حقيقي بناته لحد آخر لحظة هو كان بيموت فيها، ربنا يرحمه ويغفر له، لأ إحنا بناته، إحنا عارفين حتى بعد ما مات، إمم. فلأ ده قصة لوحده، لأ، سمير الغندور ده قصة لوحده طبعًا. طب عايزة أسألِك بس سؤال، إحنا دايمًا بنتكلّم يعني على موضوع الكفالة، وللأسف بنشوف نماذج كتير أوي بيعملوا كفالة، إمم، وبعدين بيرجعوا الأطفال. إمم، وطبعًا في كلام كتير ويا جماعة ما تعملوش كده، بس أنا عايزة أعرف ممكن تكوني أنتِ ما عدّيتيش بالموضوع ده، بس في أطفال صح، شُفتيها إمم، إخواتِك أو حصل لهم، إمم. إحساس الطفل اللي بيتاخد يروح بيت ويرجع ده، بيحس بإيه؟ عشان ممكن دي اللي تفرق فعلًا مع الناس إنها تفرق. بيتكسّر، بيتدمّر، خلصت. إمم. أنتِ فجأة واخداه من هو baby واخداه معاكِ، عايشاه في ظروف تانية مختلفة، مش شرط الظروف اللي هي مش باقول بس الاقتصادية، بس باقول كمان الظروف اللي هي الإنسانية، إن إمم. أنتِ أم وأب وأخوات وبيت وسرير لوحدي وكذا، فأنتِ معيشاه حياة كده، وفجأة بين يوم وليلة قررتِ ترجّعي المنتج لإنه ما عجبكيش. إمم. ف فطبعًا أولًا مش كل دور الأيتام بتقبل الأطفال إن هم يرجعوا لها، ليه؟ لإني أنا اتربيت في دار أيتام حتى لو إحنا 150 بس إحنا كلنا جايين وإحنا صغيرين، إمم. فإحنا في الأول في الآخر عددنا كبير وهي مؤسسة كبيرة، بس في الآخر إحنا يعني أصحاب الدور بيحسوا إن هو إيه، لأ دول ولادي مش عاوزة أدخّل عليهم حد تاني أنا ما أعرفوش. بس هو رجع لها، يعني ممكن. ما هو اتاخد من عندها وهو صغير، فساعتها بيكون المكان الأنسب ليه إيه، إن هو يروح مؤسسات بلا مأوى، اللي هم الأطفال اللي هم كانوا في خطر الشارع. إمم. أو لو المؤسسة خدته، فهو برضه بيصبح غريب على الناس اللي موجودين، أنا لا أخوكم ولا أنتم أخواتي ولا أي حاجة خالص، فطبعًا الدنيا لأ حقيقي لمّا باقول لِك إن هو بيتدمر تمامًا ده دمار،
فالمفروض دلوقتي الوزارة بتعمل إن هو يروح لبيت اسمه البيت الآمن لحد ما يتم تأهيله وتهيئته إن هو يُعاد دمجه في أسرة تانية مش في دار، في إمم. أسرة تانية، فبندوّر على أسرة تانية. لكن طبعًا الناس بترجّع وكإنها بترجّع منتجات هي ما عجبتهاش. إمم. عشان هي أنا مش عارفة أتعامل معاه في سِن المراهقة، ما هو سِن المراهقة هو مراهق زيه زي أي مراهق، هو في الأول في الآخر هي بتفرق على التربية، حضرتِك ربيتيه بإيه، وربيتيه على إيه، ف لأ وحش فال طبعًا، يعني هو أحسن له إن هو كان يفضل في وأحسن له الدار. إن هو خلّيه بقى مع أخواته، إمم. لو أنتِ شايفة إن أنتِ مش هتقدري تتعاملي معاه، خلاص خلّيه مع أخواته على الأقل يبقى وسطهم وهو متعوّد على الحياة دي، بس ما تشبّعيهوش من حنان وإنسانيات وعواطف وحاجات زي كده، في الآخر فجأة تفصليه فصلة وفصلة بتبقى وحشة جدًا، أنا باقول لِك ممكن في بعض الدور أو كتير جدًا، جدًا من الدور هي لن ه مش هتستقبله، خاصةً إن معظم اللي بيرجّعوا الأطفال وهُم في سِن 12، 13 سَنة اللي هو داخلين على المراهقة. إمم. ففعلًا أنا كدار أيتام مش هاخده، هاخده يعني هو تربية مختلفة، طباع مختلفة، سلوك مختلف، ولادي اللي في الدار مش عارفينه، ومش عارفين نوع التربية ديّة، وأنا كمان مش عارفة نوع التربية، وهو كان حياته عاملة إزاي، فلو دخّلته ممكن يحصل أذى للي موجودين وأذى ليه هو كمان. إمم. فطبعًا من كتر ما دور الأيتام بترفض، فبيتم إيداعه في مؤسسة إيوائية مع الأطفال اللي كانوا في الشارع. أو كانوا في خطر الشارع وخلّي بالِك إن الأطفال اللي في خطر الشارع بيدخلوا المؤسسة، بس برضه بيرجعوا لأهاليهم، فهو الوحيد اللي هيكون موجود. إمم. فطبعًا لأ، هو بيبقى دمار بعد كده لأ، في حالات كتيرة شُفتها راحت بقى الextreme خالص، هربت بقى من الدار بقى نفسها وخلاص والدنيا باظت معاها خالص. فأحسن حاجة يا جماعة نتأهِّل، يعني هو طفل وزي ما باقول لِك كده إحنا بنبُص له على إن هو إنسان. فلو أنت عاوز ده، أي أم وأب بييجي لها طفل أو بتعرف إن الأم بتعرف إنها حامل، بيروحوا ياخدوا كورسات وتدريبات وكذا، ما بالِك ابن أساسًا هو مش من ابنِك خالص، فأنتِ محتاجة بالعكس تضاعفي كمية التدريبات والبرامج اللي أنتِ بتاخديها عشان تعرفي تربيه، إمم. ومش بس تاخديها أول بس ما تجيبيه وخلاص أنتِ بالفطرة خلاص بتكمّلي، لكن لأ، أنتِ كل مرحلة داخلة عليها جديدة، لإن هو زيه زي أي طفل، بس هو كمان مختلف عن الأطفال، عشان هو مش ابنِك، فهو محتاج كمان يكون في تدريبات خاصة أنتِ بتاخديها عشان تعرفي تتعاملي معاه إزاي، عشان ما ترجّعيهوش في الآخر ونفضل نعيد الcircle بقى من الأول يعني. إمم. إحنا خلصنا؟ مبسوطة جدًا، بس عايزة أعرف رأيك، أنتِ حاسة يعني اتبسطتِ قبل تكوني اتبسطتِ، إيه إحساسِك، حاسة إنه كنتِ متوقعة حاجة لأ بالعكس أنا كمان برضه مبسوطة، فباتكلم بأريحية، أنا شُفت الvideos بتاعتكم على الإنستجرام، فصراحة حبيت الvibes نفسها إن أنا إيه ده، لأ أنا قاعدة وباتكلم براحتي وكده، فهو ده اللي حاصل دلوقتي، أنا عمّالة أعمل أيوه. أشوّح وأعمل كده كتير، أيوه. فأنا حسيت لأ إن أنا واخدة راحتي، فهتلاقيني أول ما باخد راحتي بتلاقي إيدي باشوح. راحت في حتة تانية مش عارفة ألمّها، فهو ده اللي حصل، لأ أنا استمتعت جدًا والأسئلة كانت حلوة ربنا يخليكِ. طب لو حد بيتفرج علينا وعايزاه يطلع بحاجة من الحلقة دي، إمم. يطلع بإيه؟ آآ أحسن حاجة يطلع بيها إن هو والله أنا يعني هو فكرة التصالح مع نفسي هي مش سهلة، هي مش إمم. سهلة خالص، يعني تصالحت مع نفسي بعد يعني تقريبًا من 5، 6 سنين فاتوا، حتى وأنا شغالة في المجال، إمم. بس أحسن حاجة خلّيك صادق مع نفسك، يعني وما يهمكش أي حد خالص، لإن في الآخر الناس اللي أنت خايف منهم هم مش مكمّلين معاك، والناس اللي أنت خايف منهم هم اللي هيشيلوا شيلتك، فأنت إمم. الوحيد اللي شايل الشيلة، ف ما فيهاش داعي، يعني الحياة ألطف بكتير من إن إحنا نقعد نعيشها وإحنا مستخبيين، فأنا أي حد بيسمعني ما تستخباش، ما تخبّيش ظروفك، ما تستخباش، أنت زي الفل على فكرة، ودي ظروف أنت ما اخترتهاش، ربنا اختارها لك لسبب معيّن، فتأكد إنها أحسن حاجة ليك. شكرًا هالة جدًا، جدًا بجد مبسوطة، وأنا كمان شكرًا. يعني شكرًا إنِّك جيتِ وفضّيتِ لنا وقت، أنا عارفاكِ مشغولة، بس ربنا يقويكِ ويكون يخليكِ سبب دايمًا كده في إنِّك تصلّحي في إن حياة شاء الله. ناس تانية. شكرًا جدًا يا زينب، استمتعت فعلًا معاكِ ربنا النهارده. يخليكِ، ميرسي جدًا.